بسم الله نلتقي بكم يا غرس الحب صباحا ومساء. فمع إشراق الفجر يوم جديد نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة. اللهم يا مجيب الدعوات أدعوك أن تفتح لنا أبواب الأمل وأن تحببنا في العمل وأن تجعل النجاح أليفنا والخير أملنا. أما بعد يسعدنا نحن طالبات الصف السابع أن نقدم لكم البرنامج الإذاعي لهذا الصباح وخير ما نبدأ به ومع السلامة الملكين. 1 2 3 عبد الله بنحييه 3 2 1 شكرا طالبات الكشافة وشكرا للمسلمين. والآن مع آيات بينات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول الهادي البشير تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدي أبدا، إطاعة الله وسنته ومع حديث شريف والطالبة نمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أيها الطالبات شكرا. قطفات وقطفات من حكمة وحكماء وترنيمة الشعراء وابتهال الأولياء ومأثور الأنبياء ومع حكمة اليوم والطالبة ميت. وتعال رمضان لا تكن ممن تتوقف عبادته عند انتهاء شهر رمضان وتنقطع علاقته بربه بعد رحيل الشهر، بل ليكن بداية انطلاق إلى محطات الطاعات وجميع الحسنات. فإن كنت ممن ختم القرآن عدة مرات فما المانع أن تختمه مرة كل شهر. وإن من علامات التوفيق وقبول الأعمال الاستقامة على الخير والمسارعة إلى الطاعات، فلا تكن همتك ضعيفة واحسن الاتكال على الله حتى يؤتيك المزيد. شكرا. هلا الطالبة. لا تصاحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفاسد آخر يفسد عدد البليد إلى الجليل. سريعا والجمر يوضع في الرماد فيكمل. تعلم العلم واقرأ تخذ فخار النبوة، فالله قال ليحيي خذ الكتاب بقوة. ودائما بالعلم نلتقي وبالعمل نعيش، ولا نقول وداعا بل إلى لقاء قريب. لكم مني أطيب التحية. كانت معكم الطالبة رسيل وطالبات الصف السابع جيم بإشراف المعلمة الجميلة والفاضلة إيمان الشيخ. شكرا للمعلمة وشكرا للطالبات.